قال اللهم وهن عظم عمر وشاب رأسه، اللهم ارزق عمر شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. قال له الصحابة الذين حوله: يا عمر لا يجتمعان، شهادة في سبيله لا تكون إلا في ميدان المعركة، ولا تكون المعركة إلا مع الكفار، وبلد رسوله آمن، لا يجتمعان. قال: ما سألتكم إنما سألت ربي. فأراد الله عز وجل أن يأتي بالمجوسي ابن أبي لؤلؤ الملعون، ويأتي يشتغل في المدينة ويصنع الرماح ويبيعها. وعمر جاء فوجده صنع رمح كبيرة، وقال: ما هذه الرماح؟ قال: هذه رماح أصنعها للمجاهدين للحرب. وعمر كأنه حس أن المجوسي هذا مو طبيعي، فالرمح التي شاهدها عمر أخذها المجوسي وملأها سما، ثم سأل: أي الأوقات يخشع عمر؟ قالوا: صلاة الفجر، إذا صلى الفجر يطيل الصلاة ويخشع ويبكي، وخاصة إذا قرأ سورة يوسف. كان إذا قرأ سورة يوسف لا يتملك نفسه من البكاء. قال: انتظره يوم بدأ بيوسف، جاء وجاء من الصفوف حتى وصل إلى عمر، وهو قد وصل إلى قوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، ويبكي متأثر بقصة يعقوب وابنه، ويضربه بهذه الحربة على بطنه 3 ضربات حتى سال خرج ما في بطنه وسقط عمر. ثم أقبل يضرب في الصحابة، فكان من بين أولئك الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان عليه جلباب، فأخذه ورماه على ابن ملجم ثم أسقطه ثم قبض عليه. وقيل لعمر: قبضنا عليه، ماذا نفعل فيه؟ قال: اتركوه، يعني اقبضوا عليه حتى يحكم الله في عمر، فإن حييت فأنا أعلم ما أفعل به، وإن مت فخذوا الثأر، اقتلوا واحد بواحد. وليس بعمر، وقتل مع عمر 2 أو 3.